اشتدت الحرب السرية أو بمعنى أصح يعني حرب الجواسيس، ووصلت لقمة ذروتها بين المخابرات المصرية وجهاز الموساد الإسرائيلي لمدة 19 سنة ولحد الليلة اللي قبل حرب أكتوبر. وحرب الجواسيس دي كانت في الأغلب بتنتهي لصالح جهاز المخابرات العامة المصرية، لدرجة إن في مصادر من المخابرات العامة المصرية صرحت بإن نسبة 89% من كل المعلومات اللي بتوصل لإسرائيل بخصوص مصر، سواء بقى المعلومات دي كانت معلومات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، كانت إدارة المعلومات في المخابرات العامة المصرية هي اللي بتديها لضباط إدارة مكافحة التجسس عشان يوصلوا المعلومات دي بشكل أو بآخر لعملاء الموساد اللي موجودين في مصر، وهم تحت سيطرة مصرية كاملة، سواء بقى كان العملاء دول حاسين بسيطرة المخابرات المصرية عليهم ولا لا. وده طبعا كان بغرض إن العملاء دول يقوموا بتوصيل المعلومات دي لإسرائيل. وتعالوا النهارده نتكلم عن سقوط الجاسوس الأثيوبي علي الفتحي. في 14 سبتمبر سنة 1961 بتتمكن إحدى محطات الاعتراض اللاسلكية التابعة للمخابرات العامة المصرية من اعتراض رسالة لاسلكية. الرسالة دي صادرة من إحدى مراكز البث اللاسلكي التابع للموساد وموجهة لعميل بيمارس نشاطه جوه الأراضي المصرية. طب مين العميل ده؟ لسه ما نعرفش. طب الرسالة دي مضمونها إيه؟ برضه لسه ما نعرفش. أصل الشفرة بتاعتها كانت مختلفة تماما عن كل الشفرات اللي الموساد كان متعود عليها. فلما المخابرات المصرية تمكنت من اعتراض الرسالة دي بشكل مبدئي ما فهموش منها حاجة، فكان لازم الرسالة تتحول لمكتب حل الشفرة التابع للمخابرات المصرية، واللي في الأول برضه واجهوا صعوبة شديدة في حلها. بس بعد 48 ساعة من استلامهم للرسالة قدروا أخيرا إنهم يحلوها، وبيتم نقل الرسالة في ظرف لونه أحمر. الظرف ده مرفق فيه وقت استقبال الرسالة ورقم موجة الإرسال وشوية معلومات فنية كده، ويتبعت الظرف ده تاني لإدارة التجسس للمخابرات العامة المصرية عشان في نفس اليوم الظهر تبدأ عربيات المخابرات المجهزة بأجهزة الكشف اللاسلكي وكشف الإشارات إنها تدور على أي موجات خاصة بجهاز الاستقبال اللي عند العميل ده في النطاق المكاني اللي بيحدده المكتب الفني، عشان بعد 48 ساعة من البحث المتواصل عربية القيادة بتبلغ إنهم قدروا خلاص يحددوا مكان جهاز الاستقبال اللي عند العميل ده. يعني كده خلاص قدروا يحددوا مكان العميل. طب قبضوا عليه صح؟ يا عم قبضوا عليه إيه بس؟ وحد الله كده، لسه شوية، أنت مستعجل ليه؟ اسمع بس للآخر وانت هتعرف كل اللي حصل. اللي حصل انهم سجلوا ارقام الموجات اللي العميل ده بيبعت ويستقبل كل رسائله عليها، وحطوا ارقام الموجات دي في ظرف برضه وبعتوها لقسم الاستماع التابع للمخابرات العامة المصرية عشان قسم الاستماع يبدأ يسجل كل الرسائل اللي جاية من الموساد للعميل واللي رايحة من العميل للموساد، عشان لما يتمسك ما يبقاش فيه اي مجال للانقاذ والقضية تبقى متقفلة ضبة ومفتاح زي ما بيقولوا. وبيتضح ان العميل ده شاب من مواليد مصوع في اثيوبيا، اثيوبي الجنسية يعني، واسمه علي الفتحي وعنده 29 سنة. وبالتعاون بين المخابرات العامة المصرية وإدارة الجوازات بتتمكن إدارة مكافحة التجسس من الحصول على كل بيانات علي الفتحي، اسمه، سنه، وكمان صورة واضحة ليه، وصورة من التأشيرة اللي دخل بيها مصر واللي كان دخوله مصر في أغسطس سنة 1961. وبيفضل علي الفتحي تحت عين وسمع المخابرات العامة المصرية، وتم وضعه تحت مراقبة شديدة جدا في كل الأماكن اللي بيروح لها، وكمان بيتم رصد مقابلاته مع أي شخص بيقعد معاه، ويتم عمل كل التحريات اللازمة حوالين الشخصية اللي قاعدة معاه دي لغاية ما يتبين إن كانت الشخصية دي متورطة معاه في الخيانة ولا لأ. ده غير إنكم طبعا مش محتاجين إن أنا أقول لكم إن كل الإشارات اللاسلكية اللي جايه له من الموساد بيتم اعتراضها من أجهزة الاعتراض اللاسلكية المصرية، واللي كانت لسه جاية جديدة لمصر ومن غير ما تفلت منهم رسالة واحدة. فكان كل الرسائل اللي بين علي والموساد حرفيا تحت عين وأذن المخابرات العامة المصرية، لدرجة إن المخابرات العامة المصرية قدرت توصل لاسم ضابط الحالة اللي كان مشرف على توجيه علي الفتحي، واللي كان اسمه الحركي أوليفر. الغريب بقى ان الضابط أوليفر ده من كتر ما هو كان مقتنع انه مسيطر على الوضع كويس وان الجاسوس بتاعه في امان تام، ما حاولش حتى انه يغير الشفرة اللي بيستخدمها في التواصل مع العميل بتاعه، وده يعتبر غباء شديد وانتهاك كبير لكل مبادئ الجاسوسية لأي جهاز مخابرات في العالم. المشكلة بقى انهم مش اي جهاز مخابرات، لا دول الموساد اللي كانوا بيلقبوا نفسهم ساعتها بانهم اقوى جهاز مخابرات في العالم، اقوى ايه بلا خيبة بقى. وكل ده كان بيحصل والموساد حاسس بنجاح جاسوسهم وحاسس ان علي الفتحي في امان، بس الحقيقة انهم كانوا نايمين في العسل مش اكتر، لحد ما يجي يوم وتيجي اشارة من الموساد للجاسوس علي الفتحي. الاشارة دي بقى كان مضمونها ان الموساد بيطلب من علي الفتحي انه يتوجه على طول لمينا اسكندرية ويبعت لهم اكبر قدر ممكن من المعلومات عن حالة المينا وعن الغواصات والسفن، وطبعا بالاخص
الغواصات والسفن الحربية. وفعلا علي الفرحي بينفذ التعليمات على طول، بس ما لقاش اي وسيلة او طريقة انه يدخل بيها المينا، وما كانش قدامه اي حاجة يعملها غير انه يقعد او يمشي حوالين المناطق القريبة من المينا ويحاول يصور اي صور لاي حاجة هو شايفها وخلاص، او انه بالقعاد في المناطق القريبة من المينا ممكن يتصاحب على اي حد شغال في المينا جوه، ومن خلال الحد ده هيقدر انه يستقطب منه معلومات، سواء بقى كان بدافع الصحوبية او حتى بمقابل مادي مش مشكلة. المهم انه يقدر يوصل لانه يتعرف على حد شغال في المينا جوه، لغاية ما في يوم بيجيله الشخص اللي هو بيدور عليه، بحار سكران على طول، كان على طول بيقعد في نفس المكان اللي علي الفرحي بيقعد فيه. البحار ده بقى كان شخص مغرور جدا وبيحب يتكلم على نفسه كتير عشان يبين للناس قد ايه بقى هو جامد وشخصية مهمة جوه المينا. طبعا واحد زي ده بالنسبة لعلي الفرحي هو شخص لقطة، وعلي مش هيلاقي احسن منه، وده طبعا لسببين. اول سبب ان الشخص ده على طول سكران، فعلي ممكن ياخد منه كل المعلومات اللي هو عايزها ومن غير ما التاني يحس باي حاجة. السبب التاني بقى انه شخص مغرور وبيحب يتكلم عن نفسه، فبأي كلام استفزازي حتى لو بسيط من علي، البحار ده اكيد هيقوله على بلاوي عشان بس يبين قد ايه هو شخص جامد. المهم علي ما ترددش لحظة فعلا وضرب مع البحار ده صحوبية، وبقى كل يوم علي بيعزمه على الخمرة في البارات الرخيصة القريبة من مينا اسكندرية، والبحار يسكر من هنا ويقعد علي يستدرجه في الكلام وياخد منه كل المعلومات اللي ما كانش يحلم بنصها اصلا، وهو قاعد في امان ومن غير ما يخاطر باي محاولة لدخوله المينا. وطبعا كل المعلومات اللي كان بياخدها من البحار ده بتوصل على طول لأوليفر ضابط الموساد الاسرائيلي. البحار ده بقى لا كان بحار ولا حاجة، وما كانش الا ضابط من المخابرات العامة المصرية، بيدي لعلي المعلومات اللي المخابرات المصرية عايزة توصلها لإسرائيل، واللي كانت كلها طبعا معلومات غلط وبيضللوا بيها الموساد. وفضل الموضوع ماشي على كده، المخابرات المصرية تدي لعلي المعلومات وتقعد تسمعه وتسجل له وهو بيوصل المعلومات دي لإسرائيل، لحد ما الجاسوس الأثيوبي علي الفرحي بدأ يوسع نشاطه أكتر. نقدر نقول كده إنه خرج عن حدود الأمان وقدر يوصل لمعلومات صحيحة من مصادر تانية غير المعلومات اللي كانت المخابرات المصرية بتوصلها له. فخلاص بقى أصبح السكوت عليه أكتر من كده هو شيء غير آمن، فعلى طول بيصدر الأوامر بالقبض عليه وبيتم التحقيق معاه. في البداية طبعا أنكر، بس ما كانش فيه مجال أصلا للإنكار، فتم مواجهته بكل التسجيلات وأدلة تورطه مع الموساد الإسرائيلي عشان في الآخر بينهار ويعترف، وبيتم تقديمه للمحاكمة وبيتحكم عليه بالإعدام. كده أنا خلصت، وهي دي حلقتنا النهاردة. أنا ميدو جبريل من برنامجكم ميدوبيديا، ولو المحتوى بتاعي بيعجبكم يا ريت ما تبخلوش عليا بدعمكم باللايك والشير لو كنتوا بتشوفوني على الفيسبوك، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لو بتشوفوني على اليوتيوب. شكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة.